قد احنا نحب الدولمة، يعني ايش قد نهتم بيها ونحط لها كل انواع الخضروات، فلفل اخضر وبصل وشجر، ونهتم بيها ونختار احسن النوعيات، وبالاخير كلش طيبة نحشيها، بعدين نحطها على النار لساعتين او اكثر، ونضيف لها الملح والزيت بكميات كبيرة على مود نحصل على نوع من انواع الخضروات اللي فاقدة ودمرنا بيها كل الفيتامينات اللي موجودة، واهمها فيتامين سي، الكلوروفول الموجود بالخضروات، خاصة الخضرة اللي تعطيها اللون الاخضر اللي هي تعطي صحة وطاقة للإنسان، وأيضا حتى سلامة البشرة، وغيرها من البروتينات الذائبة بالماء من هاي الخضروات ندمرها. فهي مو دعوة بأنه ما ناكل هاي الطبخات، بس خلينا نكون ببالنا. يعني اليوم أنا من دا أسوي هاي الطبخة اكتشفت يعني أنا دا أسويها ودا أقول والله حرامات، يعني هيك أنواع من الخضرة رأسا إحنا نحطها على النار، شنو الاستفادة من عدها؟ والحقيقة هي ماكو أي استفادة. إحنا ما دا ناكل شي مفيد، دا ناكل عبارة عن تمن وزيت ها هي وملح بس. طيبة نسويها ايه ممكن بين فترة وفترة، بس هل ممكن نعتبرها من الأغذية الصحية؟ ما أعتقد، مقارنة إذا تاكلها فريش وتاكلها نية. أسوأ أنواع الطبخ هو الطبخ القلي، أحسن أنواع الطبخ هو الطبخ بالبخار، بس هذا لا يمنع ولا يضر بأنه احنا نسوي هاي الأكلات بين فترة وفترة، لأنه الطبخات التقليدية واللذيذة واللي كنا نحبها. بس أكو خضروات لازم نطبخها على مود تكسر الخلايا وتسبح بامتصاص أكثر من العناصر حتى لو سرب منها أجزاء بالطهي. ينطبق هذا على البيتا كاروتين مثل الجزر، القرع، البطاطا الحلوة وغيرها من الكاروتينات، مثل اللايكوبين الموجود بالطماطة. وهسه دوركم انتو، قولوا لي بالتعليقات شنو رأيكم بهذا الكلام، تتفقون وياي ولا لا؟ خلينا نشوف.